طبعا ايه ده بقى، ايه ده بقى، ايه ده بقى، شوكولاتات تمام، قريبه وبوتفور وكعك. اللهم صل على سيدنا محمد. ده بتاع العروسه يا حبايبي، بتاع الفرح. والبسكوت. ازيك يا ماما؟ بتعملي كده؟ حاجه حلوه تدفيكوا، هعمل لكم ايه يعني؟ عايز تشتري زي ايه؟ هزاري بزار. ايه؟ ايه؟ صينية كيكة؟ صح. صح يا لؤي. طبعا يا حبايبي انا ايه رجعت من عند اهلي وقلت بصوا والله اول ما ادخل لازم اعمل صينيه هفه كده ضربت في دماغي وانا شايف السكر. حتى انا لسه يعني ايه جلعت العبايه السمراء بس ولسه زي ما انا مغيره، فقلت اعملها وعلى ما تستوي وما اعرفش اكون غسلت وغيرت وكده تكون استوت. فاحنا اول حاجه كده تعالوا معايا. اللهم صل على النبي. حطينا كده هنا 8 بيضات ماشي، اللي هو البيض البلدي ده يا حبايبي. لو عندك بيض الوزاره حطي 6 7 على حسب بقى. حطيت 8 بيضات كده، وحطينا بقى معلقه كده من الخل، كام ظرف كده من الفانيليا. في فانيليا اللي هي السكر دي الساده، وفي فانيليا برتقال. لو في برتقال تبقى جميله جدا تمام. معانا بقى ايه، هنضرب ديل الاول كده قبل ما نحط اي حاجه خالص. بعد ما نضربهم هنحط معانا كوبايه من عصير البرتقال، ومعانا كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب ماشي يا حبايبي. اللهم صل على النبي. او ممكن تحط نص كوبايه من العصير البرتقال، وتحط كوبايه من الحليب، تحط نص كوبايه من الزيت او 3/4 كوبايه زيت ماشي. ومعانا برده كوبايه السكر دي، انا على حسب الرغبه، ممكن تقللي السكر ممكن تزودي السكر براحتك ماشي. دي الحاجات اللي هي ايه اللي هتنضرب كلها كده في الخلاط. معانا بقى المواد السائله، معانا نص كيلو دقيق، ومعانا ظرفين كده من البيكنج باودر تمام. معانا برده عليهم رشه ملح، ده على الدقيق. دي الحاجات اللي هي الجافه. هنقلب كله في بعضه كده ونحط بقى ايه المكونات السائله عليهم ونقلبهم ونحط بقى في الصينيه. نبدر الصينيه كده بايه بشويه زيت وشويه دقيق، ونبدرهم ونحطهم بقى ايه الخليط بتاعنا في الصينيه ونحطهم في الفرن تمام. لو عايزه بقى شوكولاته يعني كيكه بالشوكولاته يعني هتحطي تزودي كده معلقتين من الكاكاو، تقللي معلقتين دقيق وتحطي معلقتين كاكاو، وتقلبي بقى يا حبايبي الخليط وتحطي بقى عليهم الخليط بتاعنا برده وتقلبي. هيبقى معاكي كيكه بالكاكاو او بالشوكولاته. ممكن تحطي بقى عليها شوكولاته او شوكولاته براحتك بقى. فاحنا النهارده هنعمل كيكه عاديه خالص، سهله وسريعه وبسيطه. ممكن احوش كده حته منها كده من العجينه بتاعتها، نعمل منها حته شوكولاته كده عشان القبله ملك، مش عايزه اللي هي الفانيليا، على حسب لسه هنشوف يا حبايبي. تابعوا معايا الفيديو. طبعا يا حبايبي عملنا الايه بتاع كوبايات شوكولاته عشان خاطر القبله ملك من نفس العجينه، بس نقصناها وهي لسه خفيفه وزودناها ايه معلقه شوكولاته كده. طيب دي الكيكه اللي هي الايه الفانيليا اهو. بسم الله ما شاء الله شايفين اهي. حطينا عليها كمان شويه جوز الهند كده في الاخر قلبناها. نعم يا ماما. حاضر. تعالي ليه، تعالي ليه. نخلصها كده ونظبط الصينيه ونخبطها خبطتين كده على الرخامه. طب ليه اساسا الخبطتين دول؟ علشان خاطر ايه تطلع كل الهواء اللي فيها يا حبايبي. لو فيها اي هواء بس في العجينه تطلع علشان خاطر مش تبقى ايه فيها فراغات كتير كده في الفاضي، تبقى حلوه وهشه كده اهي. بسم الله ما شاء الله. نظبط بقى الصينيه بتاعتنا. على فكره هي مش هتبقى عاليه قوي ليه بقى؟ لان انا عارفه العجينه بتاعتي يعني عارفه السمك تمام. لو انت عايزاها بقى تخينه عن كده تزودي الكميه بتاعتك ماشي يا حبايبي. نعم يا عم. لا يا لولد ماما. شويه بقى ايه رشه جوز الهند كده على الايه الوش كده بتديها طعم ولون جميل تحفه تحفه كده. الف هنا والف شفا اللي هياكل. طبعا الايه الكب كيك اللي هو بالشوكولاته طلع يا حبايب قلبي اهو. استنوا معايا اوريكم، بس الاضاءه وحشه خالص مش عارفه مالها كده اهو. شايفين لونه والله حلو جدا فاتح، بس هي الاضاءه اللي ايه المغمجه تمام. نحط عليه بقى ايه، بس نحط عليه حته شوكولاته كده من اللي هي ايه نوتيلا. نحط عليه شوكولاته وارجع لكم. طبعا صينيه الكيكه طلعت هي كمان شايفين، بس هتقولوا هي مش محروقه على فكره يعني عشان مش ترجعوا تقولوا محروقه. دي اللي خد اللون اللي هو الايه جوز الهند يا حبايبي. شايفين جوز الهند اللي خدت لون، ما هي شايفين فاتحه وجميله ويعني حلوه. الحتت اللي مش فيها جوز الهند حلوه بس هي تحفه. استنى هوريها لكم. قطعت حته كده عشان اشوفها اهي، عشان قلت لكم مش هتبقى تخينه اهي ان شاء الله. بألف هنا. ايه رايكم بقى؟ حاجه سخنه مية مية في البرد ده. الكيكه طبعا حطينا هنا عليها شوكولاته، حطينا عليها فورماسيل وللاولاد كده نبسطهم. بألف هنا.
نعم الخير يا ابو ملك. عاملين ايه يا لولو؟ عايزه ايه؟ سمكه؟ اجيب لك سمكه. صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ طب تعالوا بينا بقى نشوف احنا رحنا السوق وجبنا ايه يا حبايبي. اول حاجه كده اللهم صل على سيدنا محمد، جبنا شويه فاكهه زي ما انتم شايفين، والخضار ده كان ناقصني، انا عندي فلفل وعندي شويه طلبات برده زي ما انتم متعودين معايا، اللي ناقص بجيبه. تمام. جبنا بقى الايه السمك الحلو اللي هو ده انتم شايفينه ما شاء الله. ده الكيلو فيه كان ب 80 جنيه ماشي. وجبنا القرنبيطه الحلوه دي ب 15 جنيه، ب 20 جنيه، وفي ب 25 جنيه مش كله. دي الكيلو ربع ب 10 طماطم ماشي. جبنا البوصه زي ما انتم عارفين. الموز كان ب 30 جنيه. الخيار ب 25 جنيه النهارده ماشي. والكوسه البلدي برده ب 25 جنيه. التفاح ب 70 وب 80 وب 75 مش كله يعني. الاناناس اللي هو الشمام ده ب 20. الجوافه ب 30 ماشي. وفي ناس كانت بتبيع ب 25. ده الاستوفند البلدي ده غير الكلامنتين يا حبايبي، يعني ده نوع وده نوع. ده الكيلو فيه ب 20 جنيه، وده الكيلو فيه كان برده ب 20 وب 15. اللهم صل على النبي. البرتقال زي ما انتم شايفين كده برده ب 20 جنيه. البرتقال ده مسكر. والخس اللي انتم شايفينه البلدي ده الربطه ب 10. جبنا ربطه جرجير وربطه خضره للمحشي وربطه بصل اخضر. وايه هي دي الطلبات اللي احنا جبناها النهارده بألف هنا. يا لولو بحلى خير ستة اخ يا كلبه. يلا عشان نشوي السمك ان شاء الله معاكم، ونعمل شويه رز كده لسه يعني محتارين. ابو ملك ايه عايز رز النهارده يا ملك؟ لا اللي انت عايزه احنا نعمله لك. ها كله رز ايه؟ في رز ببصل، في رز ابيض، في هو عايز بيقول كشري بطاطس بتاجيل كده في السمك. ده عايز بقى بيض وبطاطس، عايزات فريح منه كده. ولا ايه رايكم يا حبايبي؟ كشري عدس. يبقى مش عاملين سمك. يبقى بلاش السمك النهارده صح ولا لا؟ تضحكي عليا يا شيخه. نفسي افهم. يلا نعمل لكم النهارده طريقه رز كده سهله، وبصوا مش هنجللها ولا اي حاجه، سريعه كده جربوها معانا، وبحبكم في اللي تابعوا الفيديو. طبعا يا حبايبي هنعمل بقى معاكم ايه طريقه رز بسيطه. تعالى كده يا ابو ملك هنا كده. اللهم صل على النبي. غسلنا ايه طبقين رز كده على قد اللي انت عايزاها، وبصله كده بتخرطيها، وبتنزلي بقى بالطماطم بتاعتك كده كله نايف نايف، يعني البصله ولا ايه حمرناها ولا عملنا فيها اي حاجه. تمام. هننزل ونظبط بس الجعد بتاع الرز. هنعمل رز احمر كده عادي يعني مش في اي حاجه، وجميل وخفيف عشان مش ايه يبقى متجليله ويحرحر على صدرك او كده يا حبايبي. راكب مالك عايز رز احمر؟ احلى رز احمر. ولا تزعل نفسك. اي حاجه من ايديك يا ملك. طبعا معانا السمك هنا بتشوي زي ما انتم شايفين، وهنا برده بقيت السمك لسه ايه هنشويه ماشي يا حبايبي. نحطهم دور تاني. نظبط بقى الجعد كده، ونحط الايه شويه البهارات بتوعنا وشويه الكمون، الفلفل الاسمر، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي عشان تدي طعم كده تدي طعم كده للرز. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. لايك. نظبط بقى الملح يا حبايبي عشان خاطر يبقى الايه الحرج بتاعنا مظبوط، ورشه كده من الزيت علشان خاطر يبقى الرز مفلفل معانا، مش يبقى بقى ايه معجن كده وملزق في بعضه كده. سيبوا بقى الرز بتاعك يغلي اكنك عامله رز ابيض عادي، بس ايه حط على الطماطم دي مكان الايه الميه والبصله وشويه البهارات، وسيبوهم بقى مع نفسهم يستووا، هيبقوا احلى رز احمر ان شاء الله. شوفوا معانا في الاخر. تمام. يلا بينا. طبعا يا حبايبي خلصنا بقى شويه السمك والرز الايه الحلو بتاعنا. تعالي كده تعالي يا لولا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين الرز بتاعنا جميل يعني بيتاكل حي. ابو ملك اللي طالبه عملناه له النهارده، وحطينا عليه بقى شويه سمنه بلدي كده زي ما انتم شايفين كده لسه اهي ماشي. هتسيح بقى على الرز كده بالهنا والشفا. والايه السمك الحلو بتاعنا الجميل شايفين يعني. بصوا ده احلى سمك بقى تاكلوه، وبالذات بقى لما يكون بقى صبح يعني تعملوا السمك كده وتاكلوه بكل حب كده. شايفين ما شاء الله. سمك. بسم الله. يلا اتفضلوا معانا الغدا. احبكم في الله شمس الله. طبعا بقى يا حبايب قلبي كانت لازم تختم بايه بعد الغدا في السجعه اللي احنا فيها دي. طبعا بعد الغدا كده حته غيمت والجو بيمطر ماشي. بصوا معايا انتوا عارفين ان انا طبعا عملت بطاطا هي معاكم تمام، عشان كده ما حطيتش عليها ورق زبده. هتقولوا اشمعنى ورق الكراريس يا سوسن وغلط؟ والله ما عندي ورق زبده وليه. عشان كده حطيت ورق الكراريس. فاللي مضطر يعمل ايه؟ يعمل الموجود. شايفين العسل بتاع البطاطا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ده العسل بتاعها يا حبايبي.
احنا بقى عملناها ايه في الحله كده مسلوقه، وبصوا يعني ما اقولكوش، شايفين مستويه ودايبه دوب كده، بس انا مش كنت متحمله من السخونيه. فان شاء الله بقى بالف هنا، ياكلوها كده بالهنا كده والشفا في السجع اللي احنا فيها ده تدفيهم، ده احلى حاجه تدفي بقى في الايه في البرد ده. عايزه بقى ايه تديها يعني تنشفيها كده وتحمريها، تعمليها زي المشويه كده، ممكن ترصيها كده على صاج ماشي او صينيه وتحطها في الفرن، تاخد لون كده وتحميره وتنشف معاكي. بس هي برده هي طريه كده، بصوا مسكره وتحفه، شايفين والله العظيم اهي لوحدها اهي بالف هنا. طبعا يا حبايب قلبي بعد ما اتغدينا وخلصنا كده الغدا وعملنا البطاطا، وقلت كده اغسل كده واقعد استخنيس كده، لقيت مين بقى داخل عليا؟ لقيت اخواتي وحبايبي سموره وسمسمه ونرمين داخلين عليا كده بالخير كله. وكنا طبعا ايه متفقين ان هم يجوا، فاكرين الفرح اللي انا صورته لكم من كام يوم كده بتاع ابن خالي وجارنا، هو ده يا حبايبي. هم كانوا جايين بقى عشان يباركوا لوالدته اللي هي مرات خالي، ويعني يباركوا لها كده يا حبايبي، لان هم ما كانوش يجوا في الفرح. انتوا عارفين بقى كان عندنا ظروف ايه ميلاد وكده، وكل واحده كانت مشغوله. فلما خلصوا بقى الفرح واحنا برده خلصنا الميلاد، قلنا بقى ايه يجوا ينقطوها كده ويقعدوا معانا شويه بعد الفرح وبعد الهيص. هم كانوا هنا ولسه ماشيين، وحبيبتنا بقى ادتنا ايه الحاجه الحلوه البسكوت والكعك تمام، والايه الغريبه والبتفور. تعالوا اوريكم. طبعا ايه ده بقى ايه ده بقى ايه ده بقى شوكولاتات تمام، غريبه وبتفور وكعك، اللهم صل على سيدنا محمد. ده بتاع العروسه يا حبايبي بتاع الفرح. والبسكوت ده ايه ده التشكيله اللي العروسه بتجيبها تمام. بيبقى في انواع تانية بتفور كده برضو بس دي كويسه برضو بالشوكولاته وشكلها حلو. ده الغريبه بتاعتنا اللي هي النواعم يا حبايبي ماشي بتاعت العرايس. ودي البسكوت، ودي ايه الكعك تمام اهو، الكعك الايه الحلو بألف هنا. طبعا ادتني إيه كيس من ده، وادت كل واحده من البنات برضو كيس زي كده بألف هنا، وربنا يسعدهم يا رب العالمين. عقبال صلاح وعقبال كل الحبايب يا رب العالمين. احبكم في الله، ومش تنسوا اللايك ودعوه حلوه لنا من قلوبكم. ربنا يجبر خواطركم جميعا يا رب العالمين. شايفين البسكوتات والايه والبتفور والحاجات الحلوه دي اهي بألف هنا، تسلم ايديهم وعينيهم يا رب العالمين.